السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده كشري جديد، اختراع مكرونة بالشعرية. مش قادرة اقول لكم اختراع جامد جدا جدا جدا. حطينا الحلة على النار عشان تغلي، هنسلق بيها المكرونة. وهنا الوok بتاعنا هنحمر فيه الشعرية. بصوا، كشري الخمس دقايق، مش هيستغرق 5 دقايق كمان. هنا حطينا كيس شعرية، هنا الزيت في الوok. اول الزيت ما سخن نزلنا كيس الشعرية. هنا المية غليت، حطينا شوية ملح، معلقة خل، ونسلق بقى كيس المكرونة بتاعنا. في ناس بتعمله بالسباكيتي وناس بتعمله بالقلم. انا ما كانش عندي سباكيتي، عملته بالمكرونة القلم وكان تحفة بصراحة. جربوا مرة تانية نعمله بالسباكيتي واقول لكم ايه رأيي. هنا الشعرية بتاعتنا استوت خلاص، نركنها بقى على جنب. ونزلنا المكرونة نقلبها تقليبة حلوة ونروح بيها على طول على البوتاجاز. استوت. انا ما بحبش المكرونة يبقى فيها تبقى مستوية، بحب المكرونة يبقى فيها تكة. بصوا هي كده خلاص قربت. يلا بينا على البوتاجاز، على الحوض، نصفيها ونغسلها. كده الشعرية بقى بتاعتنا هنسقيها مية. الشعرية هنحط لها شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية كمون. وتحط لها مية زي ما تكوني بتعمليها رز بالظبط، زي الرز المفلفل. غطيناها بقى، وادي القوطة بتاعتنا. بصوا الله على ريحتها، تحفة. طبعا احنا محمرينها بشوية زيت على شوية سمنة، على معلقتين سمنة، بتبقى طعمها وريحتها تحفة. المكرونة اتسلقت، غسلناها خلاص. ودي القوطة. نعمل بقى ايه؟ الطشة بتاعت الصلصة. جبت الطاسة على النار الصغيرة بتاعتنا، حطيت فيها زيت قدح. واول ما الزيت يسخن جامد هنعمل حركة زي الشطة الزيت بالظبط. ايه هي الشطة الزيت؟ هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. الزيت سخن كده، المكرونة خلاص اتسلقت والشعرية على النار متفلفلة، وطفينا عليها بنفلفلها. احط بقى الزيت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الزيت سخن. هنبدأ بقى نحط ايه؟ التتبيلة بتاعتنا. شوية فلفل اسود، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح، شوية بابريكا، معلقة صلصة. وقلب قلب كل ده يا معلم، وانزل بيه على الصلصة. الله على الروايح، تحفة. حطينا بقى الملح بتاعنا، وادي المكرونة بردت، الصلصة اتسبكت، نزلت بقى عليها بالملح. خلاص كده خلاص. قلبنا بقى المكرونة بتاعتنا مع الشعرية اللي اتفلفلت. الشعرية زي الرز بالظبط، تفلفليها زي الرز بالظبط. ونقلب بقى كل التقليبة بتاعتنا دي، المكرونة والشعرية. نبدأ بقى نغرف طبقنا. استغرق معانا حاجة؟ والله ما استغرق معانا اي حاجة. الصلصة بقى على ريحتها، واخدة بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، كمون، ملح، كزبرة ناشفة، شوية معلقتين صلصة بويريه على القوطة اللي احنا مخزنينها بتاعتنا. ونسيبها تتسبك معانا. ونبدأ بقى تسيبي فيها شوية صوص صغيرين كده، يعني ما تتقليش الصلصة، لان حلاوتها في الصلصة اللي هي فيها صوص. ونقلب بقى، والله طعمها تحفة تحفة تحفة. مش قادرة اقول لكم على الجمال. غرفت طبق وقلبته، غرفت لهم طبق هنا تاني وحطيت لهم صلصة. بقى اللي يحب يحط صلصة براحته، عشان في ناس بتحب صلصة زيادة وناس بتحب صلصة قليل. الله على الجمال، الله طعمها تحفة، اقسم بالله. يعني حاجة اختراع، اختراع فعلا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير وسبسكرايب لتيتا زوزو بالكشري الجامد بتاعنا ده. جربوه ومش هتندموا.